السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة سريعة. تعمليها جنب الغدا، حاجة تتعشوا وانتوا قاعدين، حاجة تعمليها كده تسالي سريعة، وفي نفس الوقت هي وجبة جميلة وتقدم جنب اي اكلة في عزومة، في غدا. هي صينية جلاش بالبسطرمة، هتعجبكم جدا وسهلة وسريعة. هنجيب كوبايتين دقيق، 3 كوبايات دقيق حسب الصينية اللي انت عايزاها. كوبايتين الدقيق دول يعملوا صينية متوسطة. انا هعمل هنا 2.5 كوبايات دقيق. هنخلهم كويس وهحط عليهم معلقة صغيرة ملح واعجنه بمية، مفيش اكتر من كده. شوية دقيق وعليهم ملح وكوباية مية عادية جدا من الحنفية، مش سخنة ولا حاجة، لانه مفهوش خميرة ولا بيتخمر. هنقلبهم كويس مع الملح وهنبدأ نعجنهم. أني معايا كوباية مية، هياخد الكوباية أو أكتر شوية، هنشوف. هعمل حفرة كده في الدقيق وأحط فيها نص الكوباية وأبدأ أعجن. هي عجينة عادية، مش ناشفة ولا طرية، حلوة جميلة. وأول ما تبقى كويسة في إيديكي وتتلم، خلاص كده كويس. هنبدأ نعجن. هحط المية طبعا شوية بشوية، وهبدأ أعجنها كويس علشان لما أجي أفردها تبقى سهلة معايا. اهي خدت كوباية المية وهتعوز شوية ونص دقيق، يعني أقل من نص كيلو. دول بيدوكي نفس الكمية بتاعة لفة الجلاش اللي بتتباع بره. انت عايزة تكتري عن كده شوية، او انت مثلا صينيتك اصغر، او ممكن انت تعملي العجينة وتتحكمي في الصينية. يعني عايزة تعمليها تخينة تعمليها في صينية اصغر، وهكذا. انا حطيت لها بق مية صغير كده كمان، وهكمل عجنها لحد ما تتلم معايا. هعجن فيها شوية كده قد 5 دقايق لحد ما تتلم وتسلك من الطبق. اهي بدأت تتلم معايا وبقت كويسة. انا لاقيها بتلزق حاجة بسيطة، فهبل صوابعي بس شوية دقيق وهلم، عشان بس يسلك اللي في ايديا واللي في الطبق ما يبقاش ملزق. اهو بليت صوابعي بس دقيق وهلمها بيها. بس كده سلكت من الطبق اهي ومن ايدي وبقت تمام. اهي شايفين، هي طبعا بتلزق في ايدي اللي انا بعجن فيها عشان بس مكان ما بعجن، لكن في ايدي التانية مفيش حاجة. هجيب بقى صينية واقطعها عليها. الصينية دي انا حاطة عليها رشة زيت خفيفة، مسحها مسحة زيت خفيفة عشان ما تلزقش بس فيها. وهقطعها بقى كور على قد ما انت عايزة، بس يعني يفضل تقطعيها كور صغيرة كده قد البيضة، يعني ماشي قد البيضة كده، علشان لو المكان اللي عندك مش واسع لانها هتتفرد زي الرقاق مثلا، يبقى انت برضو متحكمة فيها. وكمان علشان تبقى على قد الصينية بتاعتك براحتك، يعني انت ممكن تقطعي منها عادي وانت بترصي زي ما انت تشوفوني دلوقتي. لكن لو انت مثلا عايزة صينية مدورة وعايزة على قدها على طول، تعملي الكور قد البيضة البلدي كمان، يعني صغيرة، هتديكي مثلا قطرها حوالي صينية 30 سنتي. هقطعهم كده كلهم وارصهم على الصينية. احنا مش هنسيبها طبعا تخمر ولا حاجة، احنا بس هنقطعها ونسيبها ترتاح عشان اما نفردها ما تكشش معانا. اهو قطعناهم كلهم، هغطيهم واسيبهم يرتاحوا 10 دقايق ربع ساعة عقبال ما احضر الحشو اللي هحطه جواها. انا هحشيها بسطرمة، وهقطع على البسطرمة طماطمية مقشرة وفلفلاية كده رومي او حراق زي ما تحبي. اهي ارتاحت 10 دقايق. حضرنا بقى ده نشا مش دقيق،
الرقاق بيتفرد على دقيق، الجلاش بيتفرد على نشا. هاخد كل كورة كده واغلفها بالنشا فوق وتحت قبل ما افرد عشان ترتاح بالنشا شوية، واخد واحدة واحدة هتلاقيها بقى بتتفرد بكل سهولة. اهو هفرد كده بالنشابة نص فردة واحطهم على بعض عشان افردهم مع بعض. انتي حاسة ان انتي هتتلخبطي وهيتعبوكي ويلزقوا منك، افردي واحدة واحدة ورصي في الصينية على طول. هما مش كتير يعني، كوبايتين ونص عملوا حوالي 11 واحدة، ولو انا عاملاها اصغر من كده مثلا هيطلعوا 15 واحدة. ممكن تفرديه، بصي بيتفرد بكل سهولة يعني لانه ارتاح فسهل جدا. هتحطي طبعا بين كل واحدة والتانية طبقة نشا كده محترمة، وبعدين تفردي اللي بعدها. وزي ما بقولك لو حاسة ان هما هيلزقوا منك ومش هينفعوا، افردي واحدة واحدة لحد ما تبقى رقيقة، تروح حطها منفضاها من النشا ورصة في الصينية ودهنة السمنة. مش لازم يبقوا على بعض. اهو خلصناهم كلهم اهو، اخر واحدة. وما تنسيش النشا، لازم النشا بين كل رق والتاني علشان ما يلزقوش في بعض. اهو خدناهم كده، هنحط بقى كده النشا تحتيه وفوقيه ونفرد. ولو حاسه ان النشا اللي بينهم قليل حطي نشا تاني، او خديهم نص ونص، يعني ممكن تفرديهم على مرتين، النص ده مع بعض والنص ده مع بعض زي ما تحبي، الاسهل عليكي اعمليه. اهو هفردهم بايدي كده شويه، وبعدين هوسعهم بالنشابه لحد ما يبقوا رقيقين. ما تدوسيش بايديكي جامد بالنشابه، انت يا دوب بس كده بتفردي. انت بقى صينيتك مربعه افرديهم على هيئه مستطيل، صينيتك مدوره افرديهم على هيئه دايره زي ما تحبي. النشابه الصغيره اسهل الصراحه، الكبيره دي لخمه. وهفرد كده ايوه لحد ما احس ان هما بقوا رقيقين، هوقف لحد كده. انا هعملهم في صينيه مربعه فهفردهم على شكل مربع مستطيل. وزي ما هتشوفيني كده هرصهم في الصينيه المربعه اللي عندي. لو حاسه انه اتخن من كده حطيهم في صينيه اصغر من اللي انا هرص فيها. وخليكي عارفه دول كوبايتين ونص دقيق. اهو شايفين، انا كده بشوفه لقيته رقيق خالص، هقلبه على الناحيه التانيه وبس كده تمام. هشوف الناحيه التانيه برضو. ايوه بصوا بقت جميله كده اهي ورقيقه حلوه جدا، حلوه جدا كده. اهو شايفين الرقات موسعه من بعضها ازاي. وكتري كمان النشا عن ما انا حاطه عشان ما يلزقش منك. اهو ادي اول واحد اهو، هنفض من النشا وهرص في الصينيه رقيق خالص. ولو اتقطع منك حته ولا يهمك، احنا المقطع كله هنحطه جوه بعضه ومش هيبان. هجيب بقى الصينيه دهنها سمنه، انا حاطه سمنه على معلقتين زيت ذره. الزيت بيخليه مورق احسن من السمنه كمان، بس طبعا هخليه مورق احسن من السمنه كمان، بس طبعا عشان طعم الجلاش لازم سمنه. فانا عاملاه بسمنه وحط عليهم معلقتين 2 زيت ذره. دهنه الصينيه دهنه كويسه من الجناب ومن القعر بتاعها، وهنفض من النشا وارص. الورقه اكبر من الصينيه، في ناس بتحط الصينيه وتقص العجين على قد الصينيه، انا مش مشكله. هترصيه كده اهو، والزياده كلها خرجيها على حرف الصينيه. هندهن السمنه، شايفين اهو انا كده برصها وكل الزياده بخرجها بره الحرف بتاع الصينيه. هقرب لكم دلوقتي الكاميرا، وهدهن السمنه على الجزء اللي فردته، واروح كل الزيادات اللي كانت بره مطبقاها. انا هتاخد الحاجات دي دلوقتي عشان نعرف نشتغل. اهو الزياده اللي كانت في الجنبين طبقتهم، يعني كل راق من الجلاش هيدي صف ونص في الصينيه. اهو شايفين
انا ممكن اقسمهم 2 مفيش مشكلة، يعني ممكن تقسميهم بالسكينة 2 وتاخدي نص نص عشان ما يلخمكيش. هجيب اللي بعده، اشيل الرق اللي بعده وهنفضه برضو من النشا الزيادة وهرص في الصينية اهو. المرة دي بقى احط والزيادة هخليها بقى الناحية التانية اللي هي الشمال، عشان يبقى النص ده قصاد النص ده، فتطلع مش حتة عالية وحتة ايه اوطى منها، يبقوا الاتنين قد بعض زي ما بتعملي كده في صينية الجلاش اهو. هندهن سمنة وهنطبق الزيادة وندهنهم برضو سمنة عشان لما نحط الرق اللي بعده يبقى بينهم سمنة اهو. هطبق كده، يعني كده الاتنين جلاش، الاتنين رق جلاش عملوا لنا فوف في الصينية. يعني كمان لو اصغر العجينة عن كده هتبقى احسن، عشان بالنسبة لك يبقى رق واحد على طول اهو. وهعمل اللي بعده وهكذا لغاية ما اوصل لنص الصينية عشان نحط الحشو. تمام كده اهو. ده الرق اللي بعده اهو. وبعدين هكمل بقى واجيلكم وانا كملت نصه، علشان بس الفيديو ما يبقاش اطول من كده اهو. هفرد، ما يهمكيش كل المتقطع ده هيبقى في النص، مش هيحصل حاجة، كله هيدي رقات جوه الصينية، مش هيأثر خالص اهو. وهطبق الحاجات الزيادة دي جوه في النص كده، وهكمل بقى لغاية ما نوصل نص الصينية اجيلكم نحط الحشو سوا اهو. احنا كده خلصنا نص العجين اللي احنا عاملينه. حط بقى البسطرمة في الوسط، ولو عايزة زيتون حطي عليها، بس انا عشان ولادي ما باكلوهاش قوي بالزيتون فقلت بلاش. البسطرمة دي انا شوحتها بمعلقة سمنة، وقطعت عليها طماطمايه مقشراها من القشر، قطعتها رفيعة جدا، وقرن فلفل رومي، عايزة تحطي قرن فلفل حراق بس عشان الولاد، وتشوحي كله تشويحة مع بعضها وبس. وهنحطها في النص، عايزة تحطيها نية براحتك، بس انا ما بفضلش احطها نية عشان هتبقى ناشفة، هتبقى حادقة كده اضمن لي يعني. وادي الموتزاريلا هنرش على وشها موتزاريلا عشان حدقان البسطرمه. انا ما كترتش بسطرمه في الحشو لان انت عارفين البسطرمه بتبقى حادقه. وهرص بقى ده بقى اللي اتقطع بقى، اللي طلع مني متقطع هحطه كله في الوسط، في رقين كده طلعوا متقطعين، فهحطهم في النص جنب بعض كده، هتكمليهم ومش هيأثر على الصينيه خالص ولا تقلقي. هو هرش سمنه برضو، وهكمل الباقي لغايه ما اخلص الرقات كلها اهو. شايفين بتفرديه معاكي بيتفرد بكل سهولة، والزيادة اهو بقطعها على قد الصينية وراح احطها في النص اهو. شايفين كل ده بعد ما تستوي مفيش اي حاجة من دي هتبان. حتى لو الرق اللي اخر واحد اللي على الوش برضو مقطع ولا تقلقي، برضو بعد ما يستوي مش هيبان. ليه بقى؟ لان ده عجين مش زي الجلاش اللي بنشتريه من بره. الجلاش اللي بنشتريه من بره بيبقوا بعد العجين بيسووه نص سوا، فبيبقى ماسك نفسه وناشف، فاول ما بتدخليه الفرن بيترفع كده لفوق لو حرف مقطوع. انما ده لسه عجين تلاقيش كله هيعمل في بعضه اهو. شايفين تشدي كده وتساوي، واي حاجه زياده اتنيها حطيها في النص او في الحروف اهو. انا بدوس على حرف الصينيه كده بيتقطعوا معايا. بس انتي وزن ايدك، يعني عارفه حطيتي المره دي يمين تحطي المره الجايه زياده شمال، قدام ورا، علشان يبقى كله ارتفاع واحد. بس كده خلاص، ده اخر واحد هقسمه حتتين عشان طويل. هحط نصه من تحت واخلي الحته اللي فوق حته واحده عشان ما متنيش بقى فوقيها. خلاص دي اخر واحده، فقطعت زياده حطيتها من تحت. وادي اخر صف اهو. بس كده تمام. شايفين رقيق جدا ازاي؟ شايفين رقيق جدا ازاي؟
وطعمه جميل وما يفرقش ابدا عن الجلاش الجاهز. يعني بكوبايتين 3 دقيق هتعملي لك صينيه محترمه، بدل ما تنزلي تشتري ولا حاجه وانت عايزه تعملي حاجه سريعه مثلا في العشاء ولا حاجه جنب اكل، هتعمليها بسرعه ولا بيحتاج تخمريه ولا اي حاجه. اهو هقطعها بقى زي الجلاش العادي جدا، اتصرفي معاه كانك جايبه لفه جلاش. طبعا انا كده سخنت الفرن بقى، ولعتها قبل ما ارص النص التاني كنت ولعت الفرن. هتحطيه عادي زي اي صينيه جلاش على 180 على 200. اهو هقطعه مربعات صغيره كبيره زي ما تحبي. انا عشان تبقى الخرطه معقوله كده مش ضخمه، الولاد يمسكوها كده سهله في ايديهم، فبقطعها متوسطه كده. كده قطعناه، وهنجيب السمنه ندهن وشه، وزمان الفرن سخنت هندخله. بياخد له تلت ساعه نص ساعه في الفرن بالكتير. دخلنا كده الفرن خلاص. وادي كوبايه اللبن ومعليها بيضه وشويه ملح وفلفل اللي هنسقيه بيهم. اول ما تلاقيه شمع في الفرن هتروحي رش عليه كوبايه اللبن اللي عليها البيضايه وشويه الملح والفلفل. اهو انا قلبتهم وجهزتهم. والله انا صورت بس للاسف يعني الكاميرا كانت مقفوله. صورت الصينيه بعد ما اتشمعت ورشيت عليها البيض، بس مش عارفه، مش لاقيه الفيديو. الله اعلم الكاميرا كانت مقفوله ولا ايه. المهم ان انت اول ما هيتشمع تحسي ان هو كده خلاص مسك، اول ما هيتشمع تحسي ان هو كده خلاص مسك نفسه، هترشيهم عليه وتدخليها تكمل سوا. اهي استوت وطلعت زي الفل. فتحت عليها الشوايه دقيقتين. عايزه تحطي موتزاريلا تاني على وشها حبه خفيف كده، حطي براحتك. هنسيبها بس تهدى 5 دقايق وهنقطعها مع بعض. هديت شويه هنحاول نقطعها. هنسلك كده حتت من بعضها بالسكينه، عشان طبعا لما بترش البيض واللبن بيمسكوا في بعض تاني الفتحات اللي انت كنت مقطعاها. وهنطلع اهو، شايفين ولا في اي اثر لحاجه مقطعه في القعر ولا اي حاجه، سليمه كلها ما شاء الله. ولا بقى بيطلع زي الجلاش اللي بتشتريه من بره تبص تلاقي الرقات تحت في القعر كده لوحدها. كله ماسك مع بعضه اهوت زي الفل. اهو شايفين، وادي البسطرمه والجبنه سايحه جواها ازاي، شايفين. جميله جدا وسريعه وما خدتش مننا حاجه. يعني كوبايتين ونص 3 دقيق زي ما تحبي تعجني يعني. وكوبايه نشا هتفرديها بيها وبس، وشويه السمنه هتعمليهم، واحشيها اي حاجه. عندك شويه لحمه متعصجه في التلاجة، عندك شويه حتتين بسطرمه، عندك لانشون ممكن تقطعيه على شويه خضار، طماطمايه على قرن فلفل. عايزه تحشيها بس موتزاريلا، عايزه تعمليه بعسل. على فكره احنا كده مش حاطين الا معلقه ملح واحده، يعني مش حادق. تقدري بقى تحشيه مكسرات وزبيب وكل حاجه في النص، مكسرات وزبيب وكل حاجه في النص، وبيبقى جميل. وتطلعيه تسقيه بالعسل زي اي جلاش. شايفين جميل ازاي من جوه. انا ما بحبوش الصراحه ان هو تخين كده يعني، والا هيبقى زي الرقاق بقى. بصوا الخرط صغننه، انت عايزاه اتخن من كده، بدل ما تحطي مثلا في صينيه زي دول الكوبايتين ونص دقيق، لا اعجنيهم واعمليهم في صينيه اصغر، هيطلع يعني مرتفع عن كده. لكن انا بقول الجلاش دايما انت بقى يعني ضيفي ايه اللي تحبيه. بس كده قطعني شويه على قد ما قدرت عشان لسه سخنه. يا رب يعجبكم وتجربوه ان شاء الله، وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.